في الفيديو ده الراجل المجنون ده حبس مراته جوه البيت لمدة 15 سنة وكان بيهتم بيها كل يوم بطريقته. جوزها المجنون ده كان بيربط خيط رفيع حوالين رجليها، وكل ما يرجع البيت بيبص على الخيط يشوف اتحرك او اتشد، ولو لقى اقل حاجة انه اتحرك كان بيضربها جامد. وبعد سنين طويلة من العذاب ده الست قلبها اتملى كره ناحيته لانه خلاها تعيش في جحيم وخلى عندها رغبة يائسة انها تهرب. في يوم من الايام الراجل قرر ياخد بنتهم ويروحوا ماتش، وقبل ما يمشي الست كانت بتلف ببطء وتقف ساكته لحد ما يقفل الباب، وعشان يمنعها تهرب كان دايما بيقفل الباب كويس وهو خارج. وبعد ما بعد شويه الست استغلت الفرصه ومن كتر شوقها للحريه ما ترددتش تتوسل من ورا الباب لواحد جار قريب عشان يديها حاجه محتاجاها حتى لو على حساب كرامتها. في الليله دي وبعد ما خلصت الاكل قعدت تبص على جوزها وبنتها وهما بياكلوا مبسوطين، وهي ما كانش مسموح لها تقعد معاهم على السفره. طلعت بسرعه الكيس اللي خدته وحطت كل اللي فيه في كوبايه الشاي بتاعت جوزها. في وقت متاخر من الليل وبعد ما مفعول الحاجه بدا يبان عليه الست صحت بنتها بهدوء، كانت ناويه تهرب بيها بعيد عن الجحيم ده، بس اللي حصل بعدها صدمها جدا. اول ما البنت صحيت راحت على طول تصحي ابوها ورمت مفتاح الاوضه على الارض، ولما الام وطت تاخد المفتاح البنت وقفت قدام الباب ومنعتها تخرج. الام كانت مصممه تهرب وحاولت تاخد بنتها بالعافيه، بس البنت مسكت ازازه وهددتها بيها. في الاخر الست فضلت عشان بنتها، بس البنت القاسيه ما حسيتش باي رحمه ناحيتها وقالت لابوها على كل اللي حصل. ولما الراجل سمع كده راح على طول جاب شرايط قماش وغمسها في ميه بملح وبعدين عصرها جامد. اول ما الست شافت الشرايط دي جسمها اترعش من الخوف، وبعد لحظات البيت كله اتملى بصريخها من شده الالم. اما البنت في الاوضه اللي جنبهم فكانت متعوده على الصوت ده من زمان. لايك واشترك في القناه عشان تشوف بقيه القصه.